السلام عليكم. خليني احكي لك قصه كرويه مفيده ويا رب نستفيد. مع بدايه الالفينات بريز رئيس نادي ريال مدريد في الوقت ده قال لك انا هكون فريق هيكون اعظم فريق في العالم، وفعلا تعاقد مع فيجو وزيدان ورونالدو الظاهره وبيكهام وماكاليلي وكارلوس وكانافارو، وكان عنده راؤول جونزاليز. فريق حرفيا ياكل الاخضر واليابس ويكسب كل البطولات. ولكن خليني اقول لك ان الحقبه دي فشلت تماما. النادي الاهلي مع بدايه الموسم ده تعاقد مع اسماء كبيره وينقصوا بعض المراكز علشان ساعتها هيكون فعلا بالنسبه لجماهير الاهلي ده فريق الاحلام، بس على ارض الواقع الفريق سيء جدا. هل فعلا اسطورة كثرة النجوم شيء سلبي على الفريق ولا محتاجة مدير فني قوي؟ اسمع لا محمد ويلا نعرف ليه الاهلي تعادل النهارده. شوط اول كان النادي الاهلي الافضل في كل شيء، سيطره واستحواذ، وخرجنا متقدمين بهدف احرزه تريزيجيه ومن عرضيه روعه من محمد هاني، ولولا انانيه تريزيجيه في كام كوره كده كنا خرجنا الشوط الاول كسبانين باكتر من هدف. شوط تاني عكس الشوط الاول تماما، اداء سيء جدا، وقدر لاعبي انبي انهم يحرزوا هدف ويحافظوا عليه علشان يخطفوا نقطه بمثابه مكسب من النادي الاهلي. اولا ثنائيه ديانج ومروان عطيه في نص الملعب فكره فاشله تماما، الا لو هتلعب بيهم هما الاثنين ارتكاز، لكن ديانج يلعب رقم 8 دي مستحيله، وده لان قدرات ديانج الهجوميه شبه معدومه، مش هتقدر تستفيد منه باي حاجه في الحته الهجوميه. ديانج رقم 6، يا اما هو يلعب يا اما مروان عطيه هو اللي يلعب. لكن لو انت بقى بتلعبه علشان خاطر تراضيه علشان خاطر يجدد العقد، لا الافضل انك تبيعه وتستفاد منه ماديا لو هو مش هيكون ليه دور مع الفريق. برغم ان تريزيجيه عمل شوط اول رائع، لكن في المجمل انانيته ضيعت عليه عوده كانت هتفوقه كتير جدا، وضيعت كمان على الفريق 3 نقط كان في امس الحاجه ليهم. اللعيبه ما عندهاش ولا حميه ولا اصرار ولا حتى روح. اللعيبه دي لازم يتخصم منها ولازم يتعاهدوا مع بعض ان الفتره اللي فاتت دي فتره للنسيان مش اكتر، وده حق النادي عليهم. في وسط كل ده في نقطه مضيئه بالنسبه لي، وده رايي وكل واحد وليه وجهه نظره. النقطه المضيئه بالنسبه لي هو محمد هاني. محمد هاني الفتره الاخيره عامل مجهود كويس جدا، ولو الفريق فايق هيكون من نجوم الفريق ومؤثر كمان كبير. الف سلام على زيزو وان شاء الله تكون بسيطه. في الاخر النادي الاهلي لازم يجيب باك يمين وباك شمال، وهو بيلعب برجله الشمال، ومهاجم صف اول. وقبل كل ده لازم مدير فني عنده شخصيه قويه علشان يعرف يدير الفرقه ويعرف يتعامل مع النجوم دي. ده كان فيديو النهارده، اعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والاهم من كل ده ما تنساش تدعي لاخواننا في فلسطين. صلى على حبيبك النبي. سلام.